يا اهلا بيك يا صديقي في الجزء الثاني من حكاية تشاو. فلو ما شفتش الجزء الاول روح شوفه دلوقتي علشان انت فايتك عظمة حرفيا. اما الجامد اللي متابع معاه الحكاية وصل للحظة دي يصلي على النبي عليها افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نكمل حكايتنا. الخبر عن انجازات شياو بدأ ينتشر وسط الجنود بشكل غير طبيعي، والكل بدأ يبص له بنظرة مختلفة. بالنسبة ليهم تشاو بقى رمز للقوة والطموح، وشخص الكل مستني يشوفه هيعمل ايه في المستقبل. الملك تشين كان قاعد في القصر بتاعه وبدأ يقرأ الأخبار اللي وصلته عن المعركة الأخيرة، ولما عرف إن جندي جديد زي بطلنا تشاو قدر إن هو يحقق الإنجازات بالشكل ده، حس إن الشاب ده مش عادي أبدا، وإن هيكون له دور كبير جدا في مستقبل المملكة. قادة الدولة الكبار كانوا متفاجئين جدا برضه وقتها، خصوصا ان تشاو ده انضم للجيش من فتره قصيره جدا، وبالرغم من كده حقق انجازات محدش قدر ان هو يحققها. وفي نفس الوقت الملك كان واقف قدام صوره بنته معينه وملامحه كانت مليانه حب واشتياق. كان باصص للصوره ومركز فيها قوي وكانه بيكلمها، وساعتها اتكلم مع نفسه وقال: انا في طريقي دلوقتي علشان اوحد العالم، وبعدها مفيش اي حاجه هتمنعني عنك. ولكن سكت لحظه كده والحزن كان باين في عينه، لانه لسه ما يعرفش مكانها ابدا لحد دلوقتي. وعلى الجانب التاني جيش تشاو كان متجه ناحيه قلعه كبيرة تابعة لجيش العدو. الجنود كانوا فوق القلعة مستعدين كويس جدا ومستخدمين الأسوار العالية علشان يحتموا فيها. ولما بدأ جيش بطلنا تشاو يقترب منهم بدأ العدو يهجم عليهم بالأسهم من فوق. الهجوم كان قوي جدا لدرجة إن خلى جزء من جيش بطلنا تشاو يتراجع للخلف وكانوا خايفين. وبطلنا تشاو بقى كان واقف في وسط المعركة شايف اللي بيحصل ده كله، وقرر وقتها إن هو ما ينفعش يفضل واقف يتفرج كده. ولما شاف إن الجيش بتاعه خلاص بيتراجع وخايفين، حس إن دي اللحظة اللي لازم يتحرك فيها بنفسه. طلع قدامه وقتها كان مستعد كويس قوي ان هو يواجه الوضع مهما كانت الصعوبات. وتشاو كان عارف وقتها ومتاكد ان الخطوه اللي هو اخدها دي مش مجرد معركه عاديه. تشاو بالفعل قدر يتعامل مع الوضع في المعركه بشكل مدهش. قدرته على تحليل الموقف ورده السريع وكمان شجاعته خلت الجيش يتحمس جدا ويتفوقوا على جيش العدو. تفوقوا عليهم بالفعل رغم الظروف الصعبه اللي هم بيمروا بيها. وفي نفس اللحظه دي الجنرال دو استدعى تشاو علشان عايز يتكلم معاه. وبالفعل تشاو ما كدبش خبر وراح له بسرعه. كان متوقع وقتها ان الموضوع ممكن يكون بخصوص خطة جديدة، بس اول ما بيوصل هناك الجنرال كلمه وقال له: انا سمعت ان انت قررت تفتح بوابة المدينة لوحدك. تشاو بكل ثقة رد عليه وقتها وقال له فعلا ان دي الخطة بتاعته وان هو كان ناوي ينفذها لوحده. الجنرال كان مبسوط وقتها بالثقة الزايدة اللي عند بطلنا تشاو، ولكن فاجئه بحاجة تانية وقتها لما قال له وقتها ان الملك بنفسه بعت خطاب شكر مخصوص ليك يا تشاو. تشاو اللي كان معتمد على القتال والتدريب بس اتفاجئ وقتها لما سمع الخطاب ده من الملك نفسه. الملك بيشكر مجرد جند عادي، ده حاجه ما كانتش على بالي ابدا. الجنرال وقتها بدا يطمنه وقرأ له الخطاب قدامه. الملك كان كاتب في الخطاب ان هو حاسس بالشرف والفخر ان في جندي زي تشاو في الجيش بتاع المملكه. الكلمات دي اثرت جدا في بطلنا تشاو اول ما بيسمعها، وملامح الفرحه واضحه جدا عليه. حس كمان وقتها ان هو مش بيحارب علشان نفسه او طموحه، لكنه كمان بيخدم بلده بطريقه استثنائيه. والجنرال وقتها حب ان هو يكافئه اكتر وقال له: من دلوقتي هتكون قائد ل 500 جندي بحالهم. وبعد ما خرج بطلنا تشاو من مكتب الجنرال كان في قمة سعادته حرفيا بسبب الترقيات اللي حصل عليها وخطاب الشكر من الملك والمكافآت اللي النظام اداها له وقتها. مكافآت النظام لوحدها كانت 500 جايزة، كانت كافية ان هي تزود قوته بشكل كبير جدا. وحس وقتها ان هو خلاص كده بيقرب من الحلم بتاعه، وان هو يصبح شخص لا يقهر، وان هو جاهز دلوقتي لاي تحديات مهما كانت صعبة او مستحيلة. ولكن بقى بعيد عن المعسكر والقتالات اللي بتحصل دي، في مكان تاني كانت حبيبة بطلنا تشاو في حالة تانية خالص. صراحتها كانت مالية القصر وقتها وهي بتتكلم وبتقول: انا مش مستعدة اتجوز اي حد تاني غير شياو. كل اللي كان في دماغها كلامه قبل ما يمشي، وان هو اول ما يرجع هيخطبها على طول. وهي كانت متمسكة بالكلام ده كويس قوي، مهما يحصل مش عايزة ان هي تتخلى عن بطلنا. ولكن والدها كان مصمم على رأيه في الوقت ده، وكان شايف الامور بطريقة مختلفة تماما. اتكلم معاها بصوت مليان غضب وقتها وقال لها: انا ابوك ولازم تنفذي الامر اللي انا بقوله لك. وبنعرف ان الجوازة دي كان عايز يجوزها لها علشان مصلحة، لان لو جوز لها الجوازة دي هيحصل وقتها على منصب الملك، وده كان افضل ليه ان هي تستنى تشاو اللي مجرد جند عادي في الجيش ومحدش عارفه حتى اذا كان عايش او ميت. وبرغم من كلام ابوها ولكن هي مصممه على اللي في دماغها، وكانت بتتكلم معاه وقتها وبتقول له: تشاو عايش ومش عايزاك تقول كده ابدا عليه، بعد اذنك هو هيرجع ويخطبني زي ما هو وعدني. ولكن ابوها برغم حماسها وكلامها ده ما كانش مقتنع تماما. سابها وقتها وخرج من القاعه وهو مصمم على القرار اللي في دماغه. كان شايف وقتها ان مصلحته ومصلحه العائله اهم من اي حاجه تانية.
حتى لو ده معناه ان هو ممكن يضحي بسعاده بنته مقابل ده. وقتها بقى كانت المفاجاه بالنسبه له لما عرف ان بنته حامل، واول ما بيعرف الكلام ده بيتعصب جدا عليها وبيقلب الدنيا، وبيقول لها وقتها ان الطفل ده هو سبب كل المصايب اللي هتجيلهم. وهي بتحاول تدافع عن نفسها وعن طفلها، لكن ابوها بيقرر ان هو ياخدها وينتقل لمدينه تانية. كان كل اللي في دماغه وقتها ان هو يبعد عن بطلنا تشاو ويمنع اي فرصه ان هم يتقابلوا تاني. البنت كانت زعلانه جدا وبتنهار من كتر القهر اللي في قلبها، لكنها كان عندها امل ان بطلنا تشاو يرجع مره تانية قبل ما كل حاجه تضيع. وفي نفس الوقت على الجانب التاني في المعسكر بنشوف واحد من الجنود لما بيتصاب بسهم في رجله. الدكتور وقتها كان خايف عليه جدا وبيحاول يعالجه بسرعه، ولكن بطلنا تشاو بيتدخل وبيطلب من الدكتور ان هو يهدى وهو بيعالجه، وبيبدا يعدل على الطريقه بتاعه العلاج. وكان كلامه مليان ثقه وقتها، بيؤكد ان الجندي ده هيقدر ان هو يعيش مره تانية لو العلاج كان بالطريقه الصح. وعلى الجانب التاني بتشوف بطلنا تشاو لما كان فاتح نافذه النظام بتاعته وبيحسبها كويس، وبيعرف ساعتها ان هو خلص كل نقاط الترويج اللي عنده. ولو قدر ان هو يقتل هان مش بس هيقدر يخترق للمستوى السادس، لا ده كمان هيحقق طفره كبيره من قوته الداخليه. والخطوه الخطيره دي هي اللي هتفتح له باب ان هو يدخل عالم فنون القتال بقوه اكبر. وفجاه مجموعه من الجنود بيدخلوا القاعه وقتها، والقائد بتاعهم بينحني قدام بطلنا تشاو، ولكن بطلنا تشاو بيبص له باستغراب وقتها ومش عاجبه فكره الانحناء دي خالص. وبكل جدعنه منه بيقول له ما تنحنيش قدام حد تاني، احنا كلنا اخوات هنا، وان هما مش لازم يعملوا كده ابدا علشان يبينوا له الاحترام. التصرف ده بيبين قد ايه بطلنا تشاو مختلف وبيكتسب احترام الجنود اكتر واكتر. بعد كده بطلنا تشاو بينادي على واحد من الجنود واللي بيكون اسمه ليه، وبيقول له وقتها ان هو عايزه يبقى حارس شخصي ليه وكمان في الجيش بتاعه. ليه ما بيكونش مصدق اللي هو بيسمعه وبيوافق وقتها على طول، وبيقول له ان هو معاه الاخر نفس فيه. تشاو ابن الذكاء بيستغل الفرصه دي وبيطلب من باقي الحراس ان هم يكونوا دايما معاه وفي صفه. الكل طبعا بيوافق بحماس وقتها لانهم شايفين ان بطلنا تشاو قائد يستحق ان هم يتبعوه. الفرحه والحماس كانوا باينين جدا على الناس كلها في هذه اللحظه. وفي نفس اللحظه بطلنا تشاو بيوصله خبر جديد بتعيينه قائد لليوم ده. بياخد القرار ده بحماس وقتها وبيجمع كل الجنود علشان يبلغهم، بيعرفهم ان هو عنده خبر كويس او هيفرحهم اكتر واكتر، وبيعلن الخبر بفخر. وساعتها بيفضل يحفزهم بكلامه وبيقول لهم ان هم يكونوا جاهزين لاي تحدي في اي وقت، وكمان بيبارك لهم على انتصارهم العظيم في مدينه دايانج. ولازم ياخدوا بالهم كويس قوي علشان كوريا الجنوبيه لسه موقفها مش محسوم لحد دلوقتي، وان المعركه لسه طويله. وفي النهايه بعد ما بيخلص كلامه بيسال ليه عن مكان اقامه الجنرال تشانج. ليه بيعرفوا المكان وقتها، وبطلنا بيطلب منه ان هو يوصله لحد هناك. ليه ما بيرفضلوش طلب زي ما احنا عارفين، وبينطلق معاه بحماس ساعتها. وعلى الجانب الاخر الوضع بيكون صعب جدا هناك عند الجنود اللي بيكونوا مصابين. كل جندي بتكون حالته اسوأ من التاني وشكلهم متبهدل على الاخر. واكتر واحد فيهم كان بيتألم هو الجندي اللي كان مصاب في رجله بالسهم وقتها لانه مسبب له الم شديد، وحالته كانت بتتدهور بشكل سريع جدا. الدكتور في المعسكر كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعالجه، كان بيحاول ان هو يحفزه واداله كمان مسكنات قبل ما يشيل له السهم من رجله. وفي وسط اللحظه الحرجه دي بطلنا تشاو بيظهر ساعتها وبيسال الدكتور عن حاله الجندي. ساعتها الدكتور ما بيطمنوش ابدا وبيرد عليه وبيقول له ان الوضع صعب جدا زي ما انت شايف، وان هو كان بيعمل كل اللي عليه علشان يساعده، ولكن فرصته في النجاه دلوقتي مش اكتر من 30%. ولو ما قدرش يوقف النزيف ده والنزيف فضل مستمر كده ففي الغالب ان هو هيموت على طول. بس بطلنا تشاو ابن العناديع بيقول له وقتها بكل ثقه ان هو عنده حل، ولو اتبعوا تعليماته فرصه النجاه بتاعه الجندي دي هتزيد 60%. الدكتور في البدايه بيكون متردد ولكنه بيسمح لبطلنا تشاو ان هو يتدخل ساعتها. وقتها بطلنا تشاو بكل فخر بيبدا ان هو يشرح له خطته اللي هم عايزين يعملوه، وبيبدا ان هو ينظف الجرح باستخدام النار علشان يعقم المنطقه المصابه. وبعد ما يعملوا كده الخطوه الاهم بقى ان هم يبداوا يشيلوا السهم من جسمه، ولما السهم يتشال بنجاح هيبداوا ان هم يطهروا الجرح بتاعه بالكحول. وكمان قال لهم بعد ما يخلصوا كده لازم يغلوا القماشه اللي هيربطوا بها الجرح علشان يقللوا خطر العدوى. الكلام ده كان طبعا غريب جدا على الدكتور وكان مستغرب وقتها، وبدا ان هو يعترض على كلامه، وبيعرفه ان الكحول اللي هو عايز يحطه على الجرح ده فكره جنونيه وممكن تودي في 60 داهيه. انت كده بتزود الالم اللي عند المريض وممكن يفضل يصوت وما يستحملوش ابدا. ولكن الجندي المصاب في هذه اللحظه بيبدا ان هو يتدخل بالكلام بنفسه وبيطلب من بطلنا تشاو ان هو يساعده في اسرع وقت ممكن. وبيطمن الدكتور وقتها بيقول له تشاو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، هو اكيد يعني مش بيهبط كده اي كلام وخلاص، لا ده هو عارف هو بيعمل ايه كويس قوي وعنده خبره كمان. وعايز اقول لك ان هو لو ما كانش موجود معانا كان عدد الجنود اللي بيموتوا في الحرب هيكون اكتر بكتير من كده. بيكمل كلامه بثقه بعد كده وبيقول له ان هو عارف ان هو الشخص الوحيد اللي يقدر ينقذه. الجو كان مليان قلق وقتها والناس مستنيه تشوف بطلنا تشاو الاسطوره هيعمل ايه. يا ترى بقى بطلنا تشاو بالفعل هيكون قد الثقه بتاعتهم دي وهيقدر ان هو ينقذ الولد ولا لا، وخصوصا ان الدكتور كان معترض على كلام
كلامه وشايف ان هو غلط 100%. ويا ترى ايه هي الحرب القادمة بالنسبة لبطلنا تشاو، وهل هيقدر بالفعل ان هو يكسبها ولا لا؟ وبالنسبة لحبيبته اللي هو وعدها يخطبها اللي بتتبهدل على الجانب الاخر من قبل ابوها، تفتكروا ان هو يقدر يلحقها ولا الدنيا هتبوظ معاها على الاخر وهتتجوز الولد اللي ابوها عايزه؟ احداث اسطورية مشوقة هنعرفها ان شاء الله مع بعض الحلقات اللي جاية يا اساطير. عايزين بقى اساطير نروق على الفيديو ده باكبر عدد من اللايكات، وكمان كومنت حلو زيك كده بكلمة السر واللي هي قائد الجيش. وعلشان ما اطولش عليك اكتر من كده، في النهاية صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.